فاكرين لما كنا بنقول إن محلول الجلوكوز مش بيستخدم لما المريض يكون سكره واطي؟ طيب النهارده هقولك على استخدام تاني مهم جدا ويمكن ناس كتير ما تعرفوش. لو عندك مريض عنده هايبركاليميا، يعني نسبة البوتاسيوم في الدم عالية، فأول علاج هتفكر فيه هيكون جلوكوز مع أنسولين. طب ليه الاتنين مع بعض؟ ببساطة لأن الأنسولين بيحفز دخول البوتاسيوم من الدم إلى داخل الخلايا، وبالتالي مستوى البوتاسيوم في الدم بيقل بسرعة، وده بيحمي المريض من مضاعفات خطيرة على القلب زي اضطراب ضربات القلب أو الكارديك أرست. طيب إيه لازمة الجلوكوز؟ الجلوكوز هنا مش علشان يعالج البوتاسيوم بس، بنديه مع الأنسولين علشان يمنع حدوث الهايبوجلايسيميا، وده علشان الأنسولين هيقلل سكر الدم. بس خد بالك العلاج ده بينقل البوتاسيوم جوه الخلايا بشكل مؤقت، لكنه مش بيخرج البوتاسيوم من الجسم. علشان كده لازم يتعالج السبب الأساسي، وأوقات المريض بيحتاج علاج إضافي للتخلص من البوتاسيوم حسب حالته. في حاجة مهمة جدا، ما ينفعش توصل أي محلول جلوكوز مع نقل الدم في نفس الخط الوريدي، علشان ممكن يسبب تكسير لكرات الدم الحمراء، وعلشان كده المحلول المعتمد مع نقل الدم هو نورمال سلاين. طيب سؤال ليك، لو عندك مريض البوتاسيوم عنده 7، ايه هي أول حاجة هتعملها؟ واكتب لي إجابتك في الكومنتات. وبس كده، أتمنى تكون استفدت.